دايما بيحصل معانا ان احنا بناخد المرتب بتاعنا في اول الشهر وبنوصل لنص الشهر او حتى اليوم 10 وبتلاقي ان المرتب بتاعك خلص. ليه دوت بيحصل؟ والمشكله كمان ان انت ما بتبقاش عارف هو خلص في ايه، يعني انت ما بتبقاش عارف الفلوس اتصرفت في ايه، هي الفلوس ما بقتش موجوده. ليه انت ما تعرفش؟ ده اللي هنعرفه مع الكتاب بتاعنا اللي هو كتاب وهم المقارنه، هنعرفه فيه خلال العاده الثانيه والثالثه اللي احنا هنشرحهم في الفيديو ده. انا يوسف طلعت، وفي الفيديوهات ديت او في السلسله ديت انا بشرح لكم كتب بالتفصيل، انا بجيب الكتاب وبقراه وبشرح لكم بالتفصيل. فلو انت عايز تاخد الفايده من الكتاب او الخلاصه اللي موجوده في الكتاب والاهميه اللي موجوده في الكتاب من غير ما تقراه، اعمل لايك واشترك في القناه واكتب لي في الكومنتات اسم الكتاب اللي انت عايزني اعمل عنه السلسله الجايه بعد سلسله وهم المقارنه. ويلا بينا نبدا. العاده الثانيه باختصار هي جدف بعيدا عن الديون. يعني ايه؟ يعني حاول على قد ما تقدر تبعد عن الديون. احنا في مصر مش عندنا الديون سهله زي عندهم في امريكا، بس برضو احنا للاسف بقى في عندنا نسبه ديون كتير. زي ايه؟ قسط الثلاجه، قسط الغساله، قسط التليفون، قسط العفش اللي انت اشتريته، مصاريف البيت او ايجار البيت او الحاجات اللي زي كده. حاول على قد ما تقدر ان انت تبعد عن الحاجات ديت، لان الحاجات ديت هي اللي بتشفط الفلوس بتاعتك اول ما بتيجي تاخدها اول الشهر، وفي الاخر بتلاقي ان انت مش معاك فلوس. في استراتيجيه بسيطه هي قالت عليها، وانا شايف ان الاستراتيجيه ديت لذيذه قوي لاي حد عنده ديون يقدر ان هو يطبقها. الاستراتيجيه ديت باختصار بتعمل ايه؟ بتشوف الديون بتاعتك كلها وبتكتبها في ورقه، وبتبدا ان انت ترتب الديون من الاصغر للاكبر. من الاصغر للاكبر مش في القيمه الشهريه اللي انت بتدفعها، لا، من الاصغر للاكبر في قيمه القرض كله. يعني مثلا انا شاري تليفون مثلا بالقسط، وشاري مثلا ثلاجه بالقسط، وفي بيت مثلا معين انا بدفع له ديون في البنك مثلا او حاجه زي كده، وواخد قرض عشان اشتري عربيه. ببدا ان انا ارتبهم. انا مثلا اول حاجه عندي هي التليفون، ديت ارخص حاجه، بعد كده مثلا الثلاجه، مثلا العربيه، بعد كده مثلا البيت. تمام. ببدا ان انا اعمل ايه؟ ببدا ان انا احاول على قد ما اقدر اوفر اي قدر من الفلوس، وابدا ان انا اسدد قيمه زياده عن المطلوبه في اول دين اللي هو الدين البسيط اللي هو دين مثلا التليفون. هبدا ان انا اعمل كده لمده، واحاول ان انا اخلص الدين بتاع التليفون دوت باسرع ما يمكن، مش هفضل ماشي شهر بشهره لحد ما اخلص دين التليفون. فانا كده مثلا كنت بدفع للتليفون كل شهر مثلا 500 جنيه. ال 500 جنيه دول دلوقتي ما بقتش بدفعهم لان انا خلصت قسط التليفون. فهاخد ال 500 جنيه دول احطهم على الفلوس اللي انا كنت بعرف اوفرها مع الفلوس بتاعه القسط مثلا بتاعه الثلاجه، وابدا ان انا ادفع للثلاجه زياده عن اللي انا كنت بدفعه في الطبيعي في الشهر. فهلاقي ان انا مع الوقت عرفت اخلص قسط الثلاجه اسرع، او لو عرفت كمان ممكن اجمع باقي الثمن اللي متبقي من الثلاجه وادفعه، وابقى انا كده خلصت الثلاجه. وهكذا وهكذا. وبتبدا ان انت اول ما بتلاقي ان في بروجرس بيحصل، او بمعنى اصح اول ما بتلاقي ان في انجاز بيحصل في حياتك، وان انت بتبدا ان انت تخلص الديون اللي عليك واحده ورا التاني كده، بتحس بالاحساس ان انت بتنتصر على الحاجات دي، فبتفضل مستمر. هتبدا ان انت تمشي واحده 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 لحد ما تخلص كل حاجه عليك وتبدا تعيش من غير ديون. وساعتها مرتبك اللي هيجي لك هيكون هو فعلا مرتبك الكامل، مش هيكون فيه جزء مخصص لحاجه او جزء مقطوع منه بسبب ديون تانية. الحاجه المهمه بقى بعد ما تخرج من الازمه بتاعه الديون ديت ان انت ما تستلفش تاني، او ان انت ما تاخدش ديون من البنوك، او ما تاخدش ديون بطاقات ائتمانيه تاني. ليه؟ لان الديون ديت زي ما قلت لك هي بتسرق من فلوسك من غير ما انت بتحس، وبتخليك تاخد وهم ان انت مستهلك عندك قيمه استهلاكيه عاليه وتقدر ان انت تشتري اللي انت عايزه، بس انت في الحقيقه مش كده. موضوع ان انت تدفع كل حاجه بالكاش او تدفع كل حاجه وانت معاك فلوسها هو صعب شويه، انا عارف، بس بيكون احسن ان انت فعلا كل جنيه بيخش لك انت عارف ان هو بتاعك مش بتاع حد تاني. فبناء عليه بنبقى محتاجين حاجه زياده بسيطه قوي تبدا ان انت تعملها قبل ما تدفع اي فلوس زياده في الديون، الا وهي ان انت تعمل ميزانيه مخصوصه للطوارئ. ممكن مثلا الميزانيه ديت مثلا في حالتنا مثلا في مصر تبقى مثلا 2000 3000 جنيه، ممكن مثلا تبقى في الخليج او حاجه مثلا 1000 ريال او حاجه زي كده، مثلا اللي هي الحاجه اللي تقضيك لو حصل اي طارئ، مثلا رحت للدكتور في حاله مثلا بسرعه، او حصل حاجه في العربيه بتاعتك، او حصل حاجه في البيت، او في اي مشكله حصلت، او في اي حادث حصل، يبقى معاك فلوس ما تحتاجش ان انت تروح تستلف تاني وتعيد السايكل من الاول. فتعمل ايه؟ تجيب فلوس تحطها في الميزانيه ديت، تبقى الميزانيه ديت موجوده وما تلمسهاش غير لما خلاص اللي هو يا هموت يا هلمسها، فساعتها انما مش كل ما ابقى عايز حاجه اروح اجيب فلوس من الميزانيه ديت، لانها كده يعتبر اكنها مش ميزانيه. فانت بتركن الفلوس ديت على جنب وبتخليها موجوده، بحيث ان انت لما يبقى في اي مشكله مش يبقى خطتك الاولانيه ان انت تستلف او ان انت تروح تشوف ديون من البنوك، لا، يبقى انا معايا فلوس فعلا بقدر ان انا احل بيها المشاكل اللي بتظهر لي. وطبعا كل ما بتبدا ان انت تخلص الديون بتاعتك ديت، كل ما الميزانيه ديت هتبدا ان انت تزودها شويه، بحيث ان هي تزيد مع الوقت وتبقى تقدر تستخدمها في حاجات اقوى، يعني في حاجات اكبر. يعني مثلا العربيه بتاعتي باظت وعايز اشتري عربيه جديده، بدل ما اروح استلف مثلا من البنك او ما اروح اشتريها بالقسط او اي حاجه، يبقى عندي كده كده في الميزانيه ديت فلوس اقدر ان انا مثلا ادفع بيها ثمن عربيه، او ادفع بيها ثمن عربيه قديمه او حاجه زي كده، وابعد خالص عن الديون.
في ميزه بقى عندنا هنا في الوطن العربي عموما مش موجوده في امريكا، الا وهي انهم في امريكا التعاملات بتاعتهم كلها بقت معظمها بالبطاقات الائتمانيه اللي هي اللي بيبقى عليها الديون وكده. احنا الحمد لله حتى الان الموضوع لسه مش عندنا، احنا حتى الان الموضوع مش منتشر قوي، فانت عادي جدا تقدر ان انت يبقى الفيزا بتاعتك يبقى فيها فلوسك وتدفع من فلوسك، مش لازم ان انت تبقى بتدفع بالبطاقات الائتمانيه اللي هي اللي بيبقى عليها الديون وكده. فالموضوع معانا مش هيبقى صعب قوي ان انت مثلا يعني، هم عندهم في امريكا بيبقى الموضوع صعب قوي مثلا ان انت تسافر او ان انت تشتري بيت او اي حاجه من الحاجات ديت طول ما انت ما بتتعاملش بالديون. بس احنا الحمد لله ما عندناش الموضوع ده، فده هيساعدنا جامد جدا ان احنا نتخلص من الديون دي. فكده العاده الاولانيه بتاعتنا هي تخلص من الديون باي طريقه او جدف بعيدا عن الديون. ننقل للعاده الثالثه الا وهي اعمل خطه ماليه. والمشكله ان انت اول ما تسمع كلمه اعمل خطه ماليه ديت هتقفل الفيديو. ليه؟ لان انت فاكر ان الخطه الماليه ديت حاجه بتحجم حريتك. لا يا صديقي، ده غلط. ده غلط لان مفيش حاجه اسمها اصلا حريه مطلقه. تمام؟ مفيش حد عنده حريه مطلقه. الحريه هي عباره عن شويه شروط، انت بتختار الشروط اللي بتناسبك وبتمشي عليها. يعني هي الحريه اصلا مش كونسبت ان انت ماشي في بلاد الله في ارض الله كده تعمل اللي انت عايزه. لا، هو بيبقى فيه شروط موجوده انت بتختار اللي بيناسبك وبتمشي عليه. فنفس الفكره للفلوس بتاعتك. يعني انت خطتك الماليه ديت مش هتحجمك. يعني الخطه الماليه، في ناس كتير قوي بتفتكر ان الخطه الماليه شغلها في الحياه ان هي تخليك ما تشتريش، تخليك ما تدفعش، تخليك ما تعملش اللي انت عايزه. بل بالعكس، الخطه الماليه هدفها الناحيه التانيه خالص. يعني انت دلوقتي لما بتبدا ان انت تشوف فعلا ان انا معايا فلوس علشان اشتري، فانت مش هيبقى عندك ذنب وانت داخل المحل مثلا تشتري اي حاجه، او مش هيبقى عندك ذنب وانت بتدفع فلوس في حاجه انت عارف ان هي ملهاش لازمه قوي، بس انا معايا فلوس والميزانيه بتاعتي سامحه ان انا اشتري حاجه زي كده. فمش هتحس بالذنب قوي كده. وبرده في البدايه محتاج ان انا اوضح لك حاجه، الا وهي ان انت لازم تختار المقايضات بتاعتك. الميزانيه ساعات هتأزم معاك وهتخليك ان انت مثلا ما تشتريش حاجه انت نفسك فيها، بس ده هيخليك مع الوقت مع المستقبل تبقى معاك فلوس اكتر، تبقى من الاغنياء، علشان انت مش هتبقى عندك ديون وهتقدر ان انت توفر من فلوسك. وفي نفس الوقت تقدر ان انت بعد كده لما يجي لك فلوس كويسه تعمل اللي انت عايزه من غير ما تفكر بقى، تعمل اللي انت عايزه من غير ما تقول انا مش هقدر اعمل ده عشان المرتب بتاعي هيبقى كذا. لا، هيبقى معاك فلوس ساعتها وهتقدر تعمل اللي انت عايزه. كل ده اللي هيساعدك فيه هي الخطه الماليه. وخليك معايا لاخر الفيديو علشان في خطه ماليه عايز اقول لك عليها تمشي عليها، ديت مش موجوده في الكتاب بس انا شفتها في فيديو على اليوتيوب وعايز اشرحه لكم علشان تساعدكم ان انتم تحققوا الثراء اللي انتم عايزينه. ليه احنا كل ما بنيجي نسمع كلمه الميزانيه بنحس بانقباض كده وبنحس ان في حاجه غلط؟ الكاتبه بتتكلم في الموضوع دوت وبتقول ان هو بسبب ان احنا لما كنا اطفال كنا احنا محور الكون. كنت بتطلب اي حاجه بتلاقيها، او بمعنى اصح لو ما لقيتهاش حتى تقعد تعيط شويه وتدبدب في الارض هتلاقي حد جابها لك. بس الحد التاني دوت هو اللي كان بيبدا ان هو يظبط الميزانيه ويشوف الفلوس هتقضي معاه ولا مش هتقضي وكل الحاجات دي. لكن دلوقتي احنا كبرنا، ومش كبرنا معناها ان احنا كبرنا في السن، لان في ناس كبيره في السن وما بتعملش الحاجات دي. احنا معناها ان احنا كبرنا، ان احنا خلاص نضجنا وفهمنا المفروض نعمل ايه. فاحنا عايزين نبطل الاسلوب بتاع الطفل الصغير اللي هو عايز اي حاجه بيدبدب في الارض وبيروح يجيبها، ونبدا نفكر هل الحاجه ديت فعلا هتبقى مفيده لينا ولا لا؟ هل هنعرف نمشي عليها وفقا للميزانيه اللي احنا حطيناها ولا لا؟ وعلى فكره الميزانيه بتاعتك انت اللي بتكتبها بنفسك، مش انا اللي هكتبها لك. يعني الميزانيه بتاعتك ولا الكاتبه هتيجي تكتبها لك ولا انا هاجي اكتبها لك، انت اللي هتكتبها لنفسك وانت اللي هتبقى مسؤول عن ان انت تمشي عليها. فلو انت شايف ان في حاجه معينه انت لازم تعملها كل شهر، عادي جدا حطها في الميزانيه واعملها كل شهر، بس تبقى موجوده ومكتوبه علشان تبقى عارف فلوسك بتروح فين وبتيجي منين. دوت هيساعدك ان انت تفهم فلوسك والتدفق النقدي بتاعك رايح فين، بس مش هيحجمك، مش هيخليك تعمل حاجه انت مش عايزها. انت اللي بتكتب ميزانيتك وانت اللي بتحدد ايه الحاجات اللي المفروض تبقى موجوده فيها. الكاتبه بقى ان هي تنتقل ازاي تعمل الميزانيه بتاعتك، وقالت لك خلي الموضوع بسيط قدر المستطاع. انت مش خبير مالي ولا بتعمل ميزانيه لشركه من الشركات الانترناشونال، انت بتعمل ميزانيه بيتك وحاجه بسيطه جدا. فخلي الموضوع بسيط، خلي الموضوع مش معقد، لكن برضو حاول تكتب كل دولار راح فين او كل جنيه راح فين، اتصرف في ايه. لو مواصلات، لو جبت حاجه من المحل، لو نزلت اشتريت اي حاجه، لو رحت تشتري شويه هدوم، كل الحاجات دي تكتبها علشان تبدا تفهم ميزانيتك ماشيه ازاي. وهنقسم الميزانيه لثلاث حاجات الا وهم اعطاء، ادخار، انفاق. هتستغرب ان انا عمال اقول لك ان احنا عايزين نوفر فلوس وندفع ديون ومش عارف ايه، وهقول لك في اول حاجه ان هي عطاء. بس الكاتبه بتقول ان العطاء من اكتر الحاجات اللي بتساعد ان انت تحافظ على فلوسك وتعرف قيمه فلوسك وان انت فعلا تساعد الناس. فحاول على قد ما تقدر ان انت تخصص جزء لو بسيط جدا من مرتبك يكون عطاء، لو حتى 100 جنيه في الشهر او اقل من كده لو انت ما تقدرش على 100 جنيه. حاول تخصص اي جزء بسيط للعطاء. ويلا بينا ننتقل على الجزئين التانيين اللي هو انفاق وادخار.
دول الجزئين اللي الكاتبه اتكلمت عنهم في الكتاب بتاعهم، بس برضه هقول لكم انا على طريقه ثالثه في نهايه الفيديو. الجزء بتاع الادخار قلنا ان احنا محتاجين الجزء بتاع الادخار دوت جدا. ليه؟ لان انت عايز حاجتين. عايز اول حاجه، في حاجات كتير جدا انا عايز اشتريها في المستقبل بس مش معايا فلوس دلوقتي، ومش هينفع ان انا اشتريها بالديون او بالاقساط، علشان زي ما قلنا ان احنا بنحاول نبعد عن الحاجات دي. فانا عايز اعمل ادخار كويس علشان يبقى معايا ميزانيه للطوارئ اللي احنا قلنا عليها في الاول. لو حصل اي طارئ او حصلت اي مشكله هحتاج الفلوس اللي انا عامل لها الادخار ديت. وفي نفس الوقت لو عايز اشتري اي حاجه، لو انا عايز اجدد بيتي او عايز اجيب عربيه جديده او عايز اصلح حاجه في العربيه او عايز اعمل اي حاجه من الحاجات دي، فلازم يبقى معايا فلوس في الميزانيه بتاعه الادخار. فاحنا كده قلنا حاجتين اللي هما العطاء والادخار. اخر حاجه هي الحاجه بتاعه الانفاق. والانفاق ديت اهم حاجه يا جماعه، لان ديت المشكله، احنا بقينا في مجتمع استهلاكي. ومش عيب ان انت تبقى في مجتمع استهلاكي، العيب ان انت تستهلك في حاجات انت نفسك مش عايزها. هتقولي طب ازاي انا اصلا بستهلك في حاجات انا مش عايزها؟ ما انا اي حاجه بجيبها ببقى عايزها. لا، في مشكله دلوقتي في الاعلانات، وهي ان هي بتقنعك ان اي حاجه هي بتعرضها انت محتاجها. بس دوت قلنا ان هو غلط، زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. لو ما تابعتوهوش هتقدروا تتابعوه من الاي اللي هنا ديت. قلنا في الفيديو اللي فات ان انت لازم تسال نفسك السؤالين، اللي هو لماذا اشتري وماذا سوف يحدث اذا لم اشتري. فبناء عليه هتبدا ان انت تنظم الميزانيه بتاعتك في الانفاق لحاجات اولويات وحاجات ثانويه. هتبدا تقول لي اهو جينا للحاجات الثانويه اللي هي الحاجات اللي انا مش هجيبها في الاساس. لا، احنا ما قلناش ان انت الحاجات الثانويه مش هتجيبها في الاساس. انت هتجيب الحاجات الثانويه وهتخرج في مطاعم وهتخرج تتفسح وهتجيب كل اللي انت نفسك فيه. بس عايزين نظبط اولويات وثانويات. ما بقاش انا بخرج وبتفسح وبروح وباجي ومش لاقي اجيب مثلا اكل يكمل بقيه الشهر. فنبدا ننظم الاولويات كالتالي. اول حاجه طبعا الاكل والشرب والحاجات اللي زي كده. ايجار، لو عندك ايجار لسه بتدفعه او حاجه، ديت حاجه مهمه. الفواتير اللي انت بتدفعها، مثلا فواتير الميه والكهرباء والحاجات اللي زي كده، ديت انت لازم تدفعها. وبعد كده لو انت مثلا بتشتري في هدوم او كده كل شويه، فيبقى ملابس برضو من الميزانيه بتاعتك الاساسيه. وبعد كده بقى ابدا شوف السنويات بتاعتك كلها. طبعا الميزانيه دي بتتغير، مثلا لو انت طالب او حاجه مثلا، فانت من ضمن الاساسيات بتاعتك او الاولويات بتاعتك الفلوس اللي انت بتدفعها مثلا للكليه، او الفلوس اللي انت بتدفعها للكورسات او الحاجات اللي زي كده. فده يتوقف عليك وعلى شخصك انت. بعد بقى ما حطينا الحاجات الاولويات اللي هي زي ما احنا ما قلنا اكل مثلا او اي حاجه من الحاجات اللي زي كده، تبدا بقى تشوف الثانويات ايه هي. مثلا انا مثلا عايز اخرج مع اصحابي، عايز اروح مثلا اكل في مطعم او عايز اعمل اي حاجه، هحط الحاجات ديت تبقى موجوده وهحط لها ميزانيه برضو. بس ده ما يخلش بالحاجات الاولويه. يبقى الاولويات الاول وبعد كده الثانويات او الحاجات التانيه. اخر حاجه هتكلم عنها في الفيديو دوت، وهي الخطه اللي انا بقول لكم عليها، او الميزانيه اللي انا عن نفسي بدات اجربها وبمشي عليها. والميزانيه ديت بصراحه انا سمعتها من فيديو لدوما ميكافين، باختصار تلت تلت تلت. اللي هو ايه بقى؟ تلت للاستثمار لو هتستثمر مثلا او هتحوش، نقول بقى ادخار مثلا او حاجه زي كده. وتلت تاني الالتزامات وليت الحاجات اللي انت المفروض تدفعها والحاجات اللي زي كده. والتلت التالت اللي هو حاجه ليك انت. دوت الميزانيه دي انا عارف اطبقها، لان انا نوعا ما مش عليا التزامات كتير، فبعرف ان انا اقسمها بالطريقه ديت. انما لو انت التزاماتك كتيره جدا بتزيد مثلا عن ثلث مرتبك او عن نص مرتبك، يبقى خليك في الميزانيه بتاعه الكاتبه، اللي هي ان انت بتبدا تشوف الاول نفقاتك عامله ازاي، وبتبدا تاخد جزء تعمل له ادخار، وبرده ما تنساش الجزء بتاع العطاء. كده دوت كان شرح العاده الثانيه او الثالثه في كتاب وهم المقارنه للكاتبه ريتشل كروز. لو عايزين تتابعوا السلسله ديت ما تنسوش تعملوا طبعا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تجيلكم بقيه السلسله. وان شاء الله السلسله بعد كده هتبدا ان هي تنزل غالبا كل يوم جمعه على الساعه 10 في رمضان. بعد رمضان هنشوف ميعاد تاني. بس اهم حاجه ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه علشان تتابعوا السلسله. واشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام.